انا قاعد تماما ان جميع المحيطين بيا لازم يكون فيهم 2 أو 3 عارف ان هم هيغزلوني، عارف ان اكتر حد قريب مني هو ممكن يكون سبب حد ان هو يبقى دايما بيكسر مقاديفي زي الاهل. في اهالي كتير بتكسر وبتحبط اهاليهم، بتحبط اولادهم وبتوقفهم وبتخليهم ييأسوا من حياتهم. وفي ازواج وزوجات كذلك، وفي اولاد كذلك. ممكن يكون عندك ابن او بنت عدو لدود ليك، كل ما يشوف مزاجك حلو يحبطك وانت تخزن في الافكار والمشاعر السلبيه والضغوط الحياتيه وتفضل تلوم نفسك. طب ويا باشا انت عقلك هنا فين بقى؟ انت عقلك هنا فين ومشاعرك فين؟ انت بتخزن جوه دماغك اي كلام وخلاص. انا مش عايزك ده، انا مش عايزك الشخص اللي ما بيفلترش اللي داخل هنا. اتعامل مع الحتة اللي في الفوق ديت على انها اهم حتة في حياتك. هو رأس مالي انا شخصيا هي دماغي، اذا انا دماغي راحت هي حياتي راحت. انا رأس مالي هو عقلي، هو طريقتي في التفكير.